سلام. الفيلم كيبدا مع هاد البنت اللي سميتها تينغا وعندها 12 عام وعزيز عليها الجيمباز، وهي تجي عندها امها الين وبدات كتضحك معاها وهي تقول لهم اجوا نتصوروا باش نلوحوها في وسائل التواصل الاجتماعي باش نبانوا عائله مثاليه، وهما يسمعوا الزاج تهرس. ناضت تينغا تشوف وهي تحل الشرجم، دخل واحد الغراب وبدا كيرون في الدار والعائله كامله كتحاول باش تشدو ولكن ما قدروش، وهو يوقف فوق الطريه وهي تطيح بيه ولحت عليه تينغا واحد اللي صار باش تخرجوا برا ويمشي، ولكن امها قالت لها عطيه ليا وغير شدته هي تهرس ليه عنقه. وتصدمات تينغا من داكشي اللي دارت ماماها وهي تعطيه ليها وقالت لها يلا لوحي في الزبل. واخا بقى فيها الحال ولكن ما عندها ما دير ولاحته وما ردتش ليه البال باللي باقي عايش. وهي تشوف جارتها ريتا اللي في نفس عمرها كتلعب مع الكلب ديالها وهي تعيط عليها باش تعرف عليها، وبقات كتقيس في الكلب ديالها وشويه وهو يعضها، وهي تعجب ريتا وطلبت منها السماحه حيت اول مره يدير كلبها بحال هكاك. من بعد امها كتخدم المونتاج على الفيديوهات اللي صوروا وهي تقول لها بنتها باللي جاو سكنوا حداهم جيران جداد وعندهم واحد البنت سميتها ريتا ولات صاحبتها، وهي تقول لها امها باللي ما عندهمش الوقت باش دير الصحابات وقالت لها ركزي على الجيمباز حيت قريبه البطوله، وكيبان باللي امها ما كتخليهاش دير الاصدقاء ومسيطره عليها. وفاش مشات تنعس سمعت واحد الصوت ديال الغراب وخرجت كتقلب عليه ولكن ما لقاتوش، وهي تسمع واحد الصوت وبقات تابعاه في الغابه حتى لقات الغراب طايح في الارض وباينه فيه معذب. بقى فيها وهي تهز واحد الحجره وقتلاته باش ما يبقاش يتعذب، وهي تشوف واحد العش حداه وكاينه فيه واحد البيضه وضميرها انبها حيت قتلات الغراب، وهي تدي معاها البيضه لدارهم ودفاتها. النهار الثاني مشات للتدريب وباينه فيها ما مركزاش، وهي تقول لها المدربه خاصك تدربي اكثر باش تقدري تشاركي في المسابقه. وفاش سالاو جاو عندها صحاباتها وقالوا لها يلا خرجي معنا ولكن رفضات وقالت لهم باللي باقي عندها التدريب ومشاو. واخا هي كانت باغا تمشي معاهم ولكن ما تقدرش بسبب ماماها. وفاش رجعت للدار لقات البيضه غاديه وكتزاد، وهي دخل عندها امها وقالت لها باللي غادي تفارق هي وباباها حيت ما بقاوش مفاهمين. دازوا اليامات ورجعت تشوف البيضه ولقاتها كبرت اكثر، وهي تفتح الكرش ديال الدب وهي تحطها فيها باش تدفى اكثر. النهار الثاني مشات للتدريب ومشات معاها ماماها باش تشجعها، ولكن تينغا ما قدراتش دير الحركات صحاح والمدربه ما بقاتش عجبها الخدمه ديالها، وهي دخل عندهم ريتا جارتهم جديده وبدات كدير الحركات والمدربه عجباتها اللياقه البدنيه ديالها، ولكن هيلين غير كتضحك وباين فيها باللي ما عجبهاش الحال وكتقول لبنتها في خاطرها غير حتى للدار وغير سالات التدريب ما خلاتش بنتها تمشي، وقالت لها بقاي كتدربي باش تكوني احسن من ريتا لدرجه يديها زراقو. وهي دخل عندهم المدربه وقالت لهم باللي خاصهم يسدوا، وهي طلبها هيلين باش يبقاو مازال، ورجعات كتدرب في بنتها عاوتاني حتى دارت الحركه صحيحه. وبالليل فاش كانت ناعسه شافت البيضه كبرات اكثر من الاول وهي تحط عليها يديها وحسات بشي حاجه تحركات، وهي تجلس مع ماماها من بعد وقالت لها باللي غادي تمشي تسكن في دار وحده اخرى وهي وخوها غادي يبقاو مع باباهم. وطلعت تينغا كتبكي على البيضه ودموعها طاحوا عليها وشويه بدات كتفقس وهي تخرج منها واحد اليد. خافت تينغا وهي تمشي تخبى في الماريو وبقات غير كتشوف في البيضه كيخرج منها واحد الكائن غريب عجيب وهو يهرس الزجاج وهرب، وبا سمع الزاج تهرس ودخل عندها وهي تقول ليه باللي غير واحد الطائر اللي دخل في الزاج وهرسه. وفاش كانت ناعسه سمعت الصوت ديال داك الكائن وهو يدخل لبيتها وهي خايفه منه، حسات باللي بغى يقول ليها شي حاجه وهو يمد ليها يديه باش تحيد ليه الزاج، وغير حيدت ليه الزاج بدا كيغوط وهي تخبي وجهها وغير شافتو لقاتو كيقلدها وهي تحس بيه بانه ظريف، وغير شمت يديها ولقات واحد الريحه خايبه بزاف خداتو ودوشات ليه. وفي الاول كيبان باللي خايف ولكن من بعد عجبو الماء وبدا كيلعب وهي تاخدو باش ينعس تحت الناموسيه ديالها وبدات كتغني ليه حتى يطيب نعاسو. وشويه بدا الكلب ديال ريتا كينبح وهو يحس الطائر باللي تينغا ما مرتاحاش وهو يخرج وصفاها للكلب، وغير فاقت ولقاتو كيشوف فيها والجثه ديال الكلب حداها وهي تشدو ودفناتو في الجرده ديال دارهم، وخوها مات غير كيشوف فيها من الشرجم. من بعد خرجات وتقدت الماكله ديال الطيور وهي تشوف صحاباتها ومعاهم ريتا. وفاش راجعه هي وياها للدار قالت لها علقي معك هذا الاعلان باش اللي شاف الكلب ديالي يهضر معايا. وتينغا كتبان باللي مصدومه ولكن ما قدراتش تقول لها والو. وفاش رجعت للدار لقات ماماها جابت لها واحد المشطه كادو وخوها ما عجبوش الحال وهو يشوف الاعلان ديال ريتا وخرج كيجري، ومن رجع جاب معاه الجثه ديال الكلب باش يفضح اختو وهو يقول لهم باللي شاف تينغا دفنته في الجرده ولكن ما صدقوش. وهو يطلع لبيتها وهو يشوف واحد الظل في بيتها ودخل كيقلب وهو يطل تحت الناموس
الأمسية وهو يقطع عليه الكائن القناع اللي في وجهه. وتنقا لتحت كدير شي حركات في شكل، وامها هدنتها وغير طلعت للفوق وبدات كتخاصم على الكائن. وهي دخل عليها امها قالت لها مع من كنتي كدوي؟ وهي تقلب تحت السداري وما لقات والو. ومنين حلت الماريو تصدمات منين لقات اللبسه ديال المسابقه مقطعه، وهي تشوف تنقا الكائن مخبي في الفوق. وهي تسد الماريو بالزربه باش ما تشوفوش امها. وبالليل حلت عليه الماريو، وهي تشوف الريش بدا كيطيح وبدا كيخرج بلاصتو شعر صفر، وهي تسميها الي. ومع الوقت الي بدات كتكبر وشعرها بدا كيطوال، ولبست على حوايجها وحطت ليها الورد باش تكون صاحبتها. وفي التدريبات كتبان ريتا باللي حسن من تنقا. امها ما عجبهاش الحال وهي تقول هذا ما هو هذا، وهي تمشي تجبد لهم الصداع. وتنقا ما عجبهاش الحال وهي تحس بها الي، وهي تخرج من الماريو وتبعت ريتا فاش كانت راجعه للدار وهجمت عليها. وتنقا في الطوموبيل كدير دوك الحركات اللي دارت في الاول، وغير رجعت للدار ما لقاتهاش، وهي تشوف المنقار ديالها طايح وتصدمات. والنهار الثاني غادي تقول لها امها تمشي معايا تشوفي داري جديده، وهو يرحب بها راجل امها وقالت لها باللي هذه بنته. امها ماتت وخلتها صغيره. وبالليل تنقا ما قدرتش تنعس بسبب الصوت ديال البنت الصغيره، وهي تجي عندها الي وهي تنعسها حداها. والنهار الثاني فاش كيفطروا صونا التليفون ديال هيلين وعرفوا اشنو وقع لريتا، وهي تمشي عندها تنقا وتصدمات من لقاتها كامله مضروبه. وريتا غير شافتها وبدات كتغوط، وهي تهرب تنقا وتاكدات باللي الي هي اللي ضربتها. وشافتها بدات كتخاصم عليها، وهي تهز يديها بغات تضرب الي ولقات راسها كتضرب غير راسها، وهي تشدها وعنقتها حتى نعسات. ومنين فاقت لقات الملامح ديال الي ولاو بحال ديالها، وهو يسمع تنقا كتهضر مع شي حد، وهو يفتح الباب لقى الي كتاكل بواحد الشكل غريب وكيحسب ليه باللي تنقا. وهو يقول لها غادي نصوني على ماماك تجي عندك، وهي تهجم عليه غير جاب الله تنقا سدت عليه الباب وتجرحت ليه يديه. وهي تمشي عنده وطلبت منه السماحه وقالت لي عافاك ما تقول والو لماما. وغير وصلت امها بدات كتدرب بحال ديما، وغير خطات غوطت عليها. والبنت الصغيره بدات كتبكي وهي تمشي كتجري امها هزتها، وهي تحس تنقا بالغيره واكيد حتى الي حست بها. وفاش كانت غاديه للمسابقه تنقا خافت على البنت الصغيره، وهي تحس باللي شي حاجه غادي توقع ماشي هي هذيك، وهي طيح على يديها باش تحبس الي على داكشي اللي بغات دير، وهي تخسر في المسابقه. وهو يدخل تيم من البيت وعتق بنته، وشاف الي بغات تهرب من الشرجم وكيحسب ليه باللي تنقا. وفاش رجعوا بدا كيخاصم عليهم وقال لها خذي بنتك وسيروا من هنا حيت نتوما عائله ديال المجانين. وفاش راجعين ما بدات كتغوط عليها وقالت لها خرجتي لي على حياتي. وفاش دخلوا للدار الي بغات تدخل عند تنقا ولكن ما بغاتش وسدت عليها الشرجم، وهي تمشي عند امها واعتذرت منها. وفي الجرده الاب ديال تنقا شافها وحل عليها باش تدخل وبقى تابعها، وشافها دخلات للماريو كيحسب ليه باللي مقلقه حيت خسرات في المسابقه. وهو يمشي من بعد هيلين بدات كتنشط ليها وكتخاصم وهي تنتف ليها شعرها. الي تعصبات وهي تهجم عليها، وهي دخل تنقا وعتقات امها وبقات مصدومه وبقات غير كتشوف فيهم. وبدات تنقا كتعاود لما على داكشي اللي وقع وهي تعنقها وهي تقول لها ما تخافيش انا معاك. وهما يمشوا باش يقتلوها، وغير حلات هيلين الماريو وهي تهجم عليها بغات تقتلها، وهي تهز هيلين الموس وهي تضربها في رجليها، وهي تحس تنقا بنفس الضربه ويلاه بغات تقتلها، وهي توقف تنقا قدامها وهي تجي فيها الضربه وماتت. والدم ديالها تقطر على الي وهي تحول نسخه اخرى من تنقا. وهنا كيسالي الفيلم.